على بقى اقول لكم على طريقة السندوتشات دي تحفة وتنفع للمدارس. معانا هنا طاسة تكون لسه دافية شوية، هنحط فيها كوباية من المية وعليها معلقتين من النشا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ ان احنا نقلب ده بالويسك كده على البارد، وعشان النشا دي تدوب الاول قبل المية ما تسخن عشان ما تكتلش لحد ما توصل معانا للون الشفاف زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها لحد ما تبرد. هحط هنا معايا كوباية من اللبن، وهحط ملح وسكر، معلقتين سكر ونص معلقة ملح. معانا هنا معلقة خميرة فورية، وهقلب كل ده بالويسك برضو لحد ما الخميرة تدوب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ احط بياض بيضة، وهخلي الصفار ندهن بيه الوش في الاخر. ماشي، وهقلب برضو، وهبدأ احط دلوقتي خليط النشا والمية اللي عملناه من شوية بعد ما برد، ونقلب. هيبقى فيه تكتلات عادي، ما تقلقيش عشان كل ده هيتعجن بالايد بعد كده. المهم ان احنا نفكه على قد ما نقدر. ماشي، هنبدأ دلوقتي نحط معلقة بيكنج باودر ونقلب. ونقلب لحد ما الخليط يتكون معايا دول كوبايتين دقيق. هنقلب ونشوف هتاخد دقيق معانا تاني ولا لا. انا حطيت دقيق تاني دلوقتي. هبدأ دلوقتي ان انا اقلب بايدي لان الويسك مش هتساعدني في كده. هقلب. هي خدت معايا حوالي 5 كوبايات، فانتي زودي كوباية بكوباية عشان العجين بيختلف من نوع لاخر. فهنا هحط معلقتين من الزبدة السايحة، وهقلب برضو المكونات في بعض، واعجن بقى عجينة عادية. هقلب كده وارجع لكم تاني. كده بعد ما خلصت العجينة معايا هسيبها تخمر نص ساعة تقريبا، لو حابة تسيبيها وقت اكتر من كده هيكون احسن. كده معايا هحضر الحشوة بتاعتي. بلح اسمر مقشرة طبعا، ومعلقة سمنة بلدي، لحد ما تبخر الماء اللي فيها وتسيح شوية. هنا معايا العجينة بعد ما خمرت. بصوا طريقة خالص ازاي وجميلة. هبدأ انزلها دلوقتي واقسمها. هي انت ممكن عشان عايزاه شبه المولتو او الحاجات دي ممكن تقسمي العجينة دي على 6 قطع بس انا حابة اللي هم يبقوا صغيرين شوية، فانا هقطعهم زي ما انتوا هتشوفوهم دلوقتي حوالي 12 واحدة او تقريبا. هبدأ دلوقتي ان انا اقسم على حسب ما انت عايزة. لو عايزة الحاجة كبيرة وتبقى منفوشة معاكي كده في اخر بعد ما تطلع من الفرن، يبقى هتقسميها على 6 قطع او 7 قطع، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. ماشي، انا قطعتهم اهوت، وهبدأ افرد. احط تحتها دقيق طبعا بس مش كتير، يا دوبك بس تفرد معايا العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هاخد طرف من هنا وطرف من هنا، واحط الحشوة اللي انا سيحتها معاكم من شوية. اعذروني بقى انا عندي برد، لو في حاجة مشكلة في الصوت او حاجة. وهبدأ الفها كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطيت العجينة لو ملقتوهاش بتلزق كده معاكم، بمعلقة مية بس كده تبلوا العجينة، وهتلزق معاكم ان شاء الله. بس واحطها بقى على الصينية، وعلى الطرف اللي تحت نحطه على الصينية. بعد ما اخلص الكمية هوريها لكم. انا خلصت الكمية كلها اهيت، وهسيبها برضو تخمر لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. هنا معايا صفار البيض، هتحطوا عليها شوية لبن وتبدأوا تدهنوا السندوتشات دي كلها.
عشان تاخد لون معانا حلو زي ما شفتوه في اول الفيديو. ماشي. وهندخل على الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، او ممكن تعمله 180 على الرف اللي اول رف تحت. هسيبها وارجع لكم كده بعد ما دهنت. هدخل الفرن بقى واوريكم النتيجة. بصوا بقى النتيجة تحفة بجد، هشة وجميلة جدا. وكمان لما بتيجي تتسخن يعني بعد ما تبرد تطلع من الفرن تحطها في الفريزر على طول عشان تطلعوا تسخنوا في الفرن تبقى جميلة. ما تنسوش الاشتراك